حبايب قلبي طلابنا في كل مكان من اسكندريه لحد اسوان، اهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر محمد المليجي مدرس الدراسات الاجتماعيه والتاريخ بالثانويه. اتقابلنا تاني اعدادي النهارده منهج جديد علشان نحل مع حضرتك اسئله كتاب الامتحان اللي هي اسئله مذكره الواجبات بتاعتك على الدرس الثاني المعادن ومصادر الطاقه في قارتي اسيا واوروبا. عايزك الاول يا بطل الابطال تطلع تجري على القناه تتفرج على فيديو شرح الدرس حته حته وتحفظ الاساليب بتاعتنا اللي هتخلي الدرس اسهل من الميه، عشان لما تيجي تحل الاسئله تلاقي الدنيا اسهل مما تتخيل. ولو انت بقى طالب في السنتر عندنا زي ما اتفقنا، تابع فيديو الشرح ذاكر درسك كويس، بعد كده خش حل الاسئله، بعد كده اتفرج على الفيديو ده علشان تراجع، بلاش تحل معايا. يلا بينا، يلا بينا بطل الابطال. هنبدا يا شباب ونحل الواجب بتاعنا على درس المعادن ومصادر الطاقه. اول سؤال عندنا لقينا خريطه، وانا شايف ان هو جايب لي خريطه اسيا. جايب لي خريطه اسيا عليها شويه ارقام وبيطلب مني ان انا اكتب المعلومات اللي عليها. بص بقى، الراجل جه كلمنا كده وقال لنا اول حاجه يا شباب وامشي معايا خطوه خطوه. الراجل جه قال لنا يا شباب قدامي خريطه ومجموعه من الارقام، بيقول لك هنا جمل على رقم واحد وبيطلب منك حاجات انت تحلها. يعني الراجل قال لنا مثلا السؤال الاول، بص يا جميل، قال لك السؤال الاول من اهم دول القاره المنتجه لمعدن اسمه معدن الكروم. مستر انا عارف ان معدن الكروم والله بتنتجه مجموعه من الدول، احل على طول كانه اكمل؟ اقول لك اوعى، بص على الخريطه. يبقى الراجل لو قال لك من اهم، نقول هنا يا شباب، بص يا سيدي، نعدل لك خطوطك بس علشان تركز معانا. بص يا جميل، الراجل قال لك من اهم دول القاره المنتجه لمعدن الكروم رقم واحد. اروح انا بسرعه كده ابص على رقم واحد، الاقي ان رقم واحد الدوله دي انا حافظها عشان كان فيها هضبه الدكن في الدرس الاول وفيها انتاج الكروم في الدرس الثاني، فالدوله دي هتكون اسمها دوله الهند. طب تمام يا مستر. سين اتنين، اولى دول القاره المنتجه لمعدن النيكل. ابص على رقم اتنين على الخريطه. والله يا مستر بصيت على رقم اتنين، انا عارف ان هنا حافظها من الدرس الاول الخبيل اندونيسي، وعارف ان هنا دوله اسمها اندونيسيا. وانت برضه يا مستر لما كنت محفظها لي كنت بتقول لي النيكل اسيا اندونيسيا واوروبا روسيا. برافو عليك. يبقى انا اقول له اولى الدول المنتجه لمعدن النيكل هتكون اندونيسيا. ممكن تجيبها من الدرس الاول الخبيل الاندونيسي، وممكن تجيبها من الدرس الثاني اللي هي انتاج معدن النيكل. طب الدرس او السؤال اللي بعده، الدولة التي تتصدر إنتاج البترول بآسيا. أنا عارف يا مستر رقم 3 السعودية، أكد على الخريطة. فعلا يا مستر رقم 3 جنب البحر الأحمر، أنت معلمة لي في الحصة. أقول لك دي دولة السعودية. طب جميل الكلام ده. رقم 4، أولى دول قارة آسيا إنتاجا لليورانيوم، المعدن الذي له أهمية استراتيجية وأهمية نووية. وقلنا إن في دولة بتبقى تحت دولة روسيا، عشان أنت لو مذاكر الخريطة كنا حافظينها كده: روسيا شمال أوراسيا، الهند وصين في آسيا، كازاخستان تحت روسيا. برافو عليك. يبقى دي بقى دولة رقم 4 واسمها كازاخستان. الله ينور عليك. طب السؤال اللي بعده، أكبر دول قارة آسيا إنتاجا للنحاس والبوكسايت. أبص على رقم 5، أنا عارف إن الدولة رقم 5 دي دولة الصين، يبقى وأنا مغمض يا بطل الأبطال أقول له دولة الصين. دي الطريقة التقليدية لحل الخريطة يا شباب. يديني جمل، الجمل دي أنا ببص على الخريطة وأجيب معلوماتها وأحلها. هو ممكن يعكس؟ طبعا ممكن يعكس يا جميل جدا. يعني بص الخريطة بتاعت أوروبا هنا فعلا عكس. قال لك استعن بخريطة قارة أوروبا المقابلة واكتب ما تدل عليه الأرقام. يعني هنا الراجل ده عايزك تكتب الرقم. يعني هيقول لك أهم دول القارة إنتاجا للمنجنيز. قال لي عايز اهم دول القاره انتاجا للمنجنيز. ابص كده انا مستر اقول له المنجنيز اهم الدول. طب احنا كنا حافظينها كده، والله كنا حافظينها في الحصه، بنقول المانجا يعني المنجنيز يدخل فيه عده صناعات صلب وبطاريات السيارات. اما الانتاج اسيا بص 13.5 الصين ثم الهند، اما اوروبا 2% في اوكرانيا. مستر انا كده عارف ان هي اوكرانيا، بس انا اكتب له اوكرانيا؟ اقول لك لا هو عايز الارقام. طب انا بص كده يا مستر الاقي عندي، انا عارف ان ده البحر الاسود اهو يا شباب، ده كده البحر الاسود. وانا وانت كنا حافظين في الخريطه واحنا بنقول لك شاور 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 على الخريطه، كنا بنقول لك تركيا تحت الاسود واللي فيه اوكرانيا. يبقى اجي هنا واقول له اوكرانيا طلعت رقم 3، يبقى اكتب له رقم 3. يبقى دي الطريقه المعكوسه للخريطه. طب السؤال اللي بعده، الدولة التي تتصدر إنتاج الكروم بقارة أوروبا.
مستر، انا عايز الدولة اللي بتنتج الكروم في اوروبا وهي اكبر دول القارة انتاجا للكروم. مين حافظ معايا يا شباب؟ ها، لما كانوا بيقولوا معدن الكروم موجود فين؟ قال لي موجود في اسيا. طب يا مستر معدن الكروم ده موجود في اسيا وكان في انتاج معين، كان في دولة في اوروبا وكان في دولة في، الله ينور عليك، في قارة اسيا. طب تعالى نبص كده، انت قول لي بقى ايه الدولة اللي هتكون اولى الدول انتاجا للكروم بقارة اوروبا؟ طب تعالى نحط الدول ونرجعها. طب انت كنت محفظها لي ازاي؟ مين فاكر؟ برافو عليك، كنا نقول كده اول ما صحيت من النوم رحت الهند وتركيا، رحت اجيب الكروم، والكروم ده في فنلندا. مستر فين فنلندا؟ قال لي فنلندا دي رقم 5، لان دي دولة اسمها فنلندا، زي ما انا عارف ان الحتة دي دولة اسمها النرويج. برافو عليك، يبقى انا عايز فنلندا، يبقى اقول له رقم 5. فهمنا يا شباب بنحل ازاي؟ الله ينور عليكم. السؤال اللي بعده، اولى دول قاره اوروبا انتاجا للفحم. والله لسه انا عارف ان اولى دول اوروبا انتاجا للفحم هي روسيا. يا ترى روسيا فين على الخريطه؟ قال لك روسيا هي الدوله الكبيره اللي في اوروبا بالمنظر ده، اللي هي هتكون رقم 7. برافو علينا. طب مستر لو جه قال لي اولى الدول الاوروبيه انتاجا للطاقه الشمسيه والرياح معا، مين فاكر الطاقه المتجدده؟ كنا حافظينها كده والله. الطاقه المتجدده في اسيا، اولى الدول او اولى دول اسيا انتاجا لكل الطاقه المتجدده كانت الصين. اما اوروبا كهرومائيه روسيا، رياح شمسيه تبقى المانيا. مين فاكر؟ برافو عليك. ابص على المانيا، انا عارف ان 6 دي دوله فرنسا زي ما انت محفظني في الخريطه، يبقى رقم 4 دي دوله اسمها دوله المانيا، يبقى اجي هنا واكتب له رقم 4. طب السؤال اللي بعده، اهم دول اوروبا انتاجا لمصدر الطاقه المنافس للبترول. ايه مصدر الطاقه اللي قلنا منافس قوي للبترول؟ برافو عليك سامعك، الغاز الطبيعي. طب مين فاكر الغاز الطبيعي؟ والله يا مستر احنا كنا بنقوله في اسيا ايران والصين، بس دي مش اسيا دي اوروبا. انا فاكر كنا بنقوله اوروبا فيها النرويج. طب النرويج اهي، يبقى فين على الخريطه؟ قال لي رقم 2. يبقى انا كده عرفت ازاي الخريطه ممكن تيجي بالطريقه السهله اللي هي فوق، وممكن تيجي بالطريقه الصعبه شويه اللي هي تحت، وانا كده بدرب نفسي على النمطين. طب يا مستر الحق، ده جايب خريطه اصلا مليانه بيانات وحاطط عليها اكس وحاطط عليها نجوم وحاطط عليها مربعات ومثلثات، ومديني مفتاح الخريطه. فقال لي ان الاكس ده الحديد والنحاس، المربع الاخضر والمربع الاحمر منجنيز، والدايره بوكسايت، والمثلث الاحمر كروم، والمثلث الاخضر نيكل. اقول لك برافو عليك، طالما اعطانا خريطه بالمنظر ده يبقى نرجع لها كل سؤال عشان ما نتلخبطش. هو مديك خريطه فيها بيانات كده، ممكن يجيب لك سؤال من بره المنهج بس معتمد حله جوه الخريطه، هنتعب وندور سوا. طب تعال نشوف السؤال الاول ونرجع نحل. يلا بينا. قال لك المعدن الذي يتم استخراجه بالقرب من سواحل شرقية وغربية لدولة الهند، هل هو التيتانيوم، البوكسايت، الحديد، النيكل؟ والله يا مستر انا مش عارف، يبقى لازم نرجع على الخريطة. بص بقى، انا عارف هو كاتب لي، هو بص هو كاتب لي سيادتك ادي الهند، عايز المعدن اللي في الجهة الشرقية والمعدن اللي في الجهة الغربية. طب الشرقية انا لقيت اكس مربع مثلث باللون الاحمر، ولقيت هنا مربع واكس. ابص على الاكس يطلع لي، برافو عليك، معدن الحديد. ابص على المربع يطلع معدن المنجنيز، ده موجود في الجوانب الغربيه للهند والجوانب الشرقيه. يلا انت بقى يا بطل الابطال، بص بصه وحل معايا. يلا بينا يلا بينا كده، انا بدور على ايه؟ يا اما منجنيز يا اما حديد، اكيد الاقيه في السؤال بقى. ابص كده يا مستر على الاجابه، تيتانيوم، اقول له لا ده مش هو المنجنيز ولا الحديد. البوكسايت، لا مش البوكسايت او البوكسيت، امال ايه؟ قال لي معدن الحديد. الله ينور عليك، فهمت بنحل ازاي؟ جدع يا جميل. السؤال اللي بعده، هيجي يسألني سؤال ويقول لي أكبر دولة منتجة للبترول في قارة آسيا ويوجد بها معدن الحديد والنحاس. بص أنا عارف إن أكبر دولة منتجة للبترول في قارة آسيا هي السعودية، وأنا عارف إن ده كده، بس أجاوب ولا أرجع أتأكد؟ ما طالما مديني خريطة فيها بيانات أرجع أتأكد. هو عايز الحديد والنحاس صح؟ أجيب الخريطة. فين دولة السعودية؟ سامعك يا جميل، جنب البحر الأحمر، برافو عليك. لقيت فيها إكس ولقيت فيها مربع، يعني بتنتج النحاس وبتنتج الحديد. ارجع للسؤال، هي بتنتج النحاس والحديد؟ يبقى انا كده اجابتي صح، يبقى هي السعوديه. ماشي يا جميل. السؤال اللي بعده، الدولة التي تتشابه مع دولة الهند في وجود معدن الحديد والتيتانيوم، هل هي تركيا ولا اندونيسيا ولا الفلبين ولا اوكرانيا؟ ارجع واشوف الحديد والتيتانيوم موجود فين عشان يبقى شبه دولة اسمها دولة، الله ينور عليك، الهند. تعال نشوف القصة دي. قال لي الحديد والتيتانيوم، حديد اكس والتيتانيوم هنا مكتوب بالمربع الازرق. ابص على اوكرانيا، ادي اوكرانيا يا مستر ايه، فيها الاكس يعني بتنتج حديد، وفيها برافو عليك المثلث او فيها الشكل اللي هو، الله ينور عليك، الشكل اللي عامل شبه السمبوسك ده. قال لي ده شبه التيتانيوم، يبقى كده التيتانيوم اهو والحديد اهو في اوكرانيا. لو لقيت اوكرانيا اختارها، ما لقيتش ارجع ادور على دوله تانية. ابص فعلا يا مستر،
الاقي عندي اوكرانيا اول سؤال فاختار اوكرانيا. طب تعال نبص على الفلبين، تعال نبص على الفلبين، فين الفلبين اهي. لا دي يا مستر فيها نيكل مش هتنفع. ماشي يا مستر. طب يبقى نبص بقى على اندونيسيا، بص على اندونيسيا. لا اندونيسيا فيها نيكل برضه. فهمنا يا شباب؟ يبقى انا الخرايط او الاسئله اللي بتيجي بالشكل ده لو المتاكد من الاجابه حتى برجع راجع مع الخريطه، لان هو مديني خريطه عشان اراجع منها. قال لك تظهر أكبر منطقة تتنوع بها المعادن بدولة الصين، يبقى أنا هابُص على الصين بس. حلو، هل في الجهة الشمالية، في الجهة الجنوبية، في الجهة الشرقية، في الجهة الغربية؟ ييجي طالب مش فاهم السؤال، إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده؟ كتاب المدرسة مش كاتبها، مذكرة المِسّر مش كاتبها، المِسّر ما قالهاش في الحصة، حبيبي لأ، دي أسئلة بيجيبها لك بس الحل مديه لك، فأنت تدوّر. تعالَ نحدد دولة الصين عشان نقدر نحدد. أدي حدود دولة الصين كده عايزك تعملها معايا في مذكرتك. الله ينور عليك، كل اللي أنا باخططها دي دولة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا اسمها دولة الصين. الله ينور يا مستر. كده أنا حددت الصين باللون الأزرق زي ما باين عند حضرتك في الفيديو. أبُص بقى جوّه الصين، آدي أكبر تشكيلة للمعادن موجودة في الجهة بالنسبة للصين، قال لي الشرقية، أصل الجهة الغربية فيها حديد بس. يبقى أنا أقول له أنا لقيت أكبر تجمُّع في الجهة الإيه؟ برافو عليكم في الجهة الشرقية. فهمنا نمط السؤال اللي يبان صعب بس هو مدّيه لي بالإجابة، يعني بيغششني؟ الله ينور يا جميل. خُش على السؤال اللي بعده. الراجل قال لك أكمل. من أهم الدول المنتجة للكروم بدولة آسيا، دولة آسيا. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، كنت محفظها لك كده، أول ما صحيت من النوم رحت الهند وتركيا، رحت أجيب الكروم، يبقى الهند وتركيا. حلو، أما أوروبا فاكر؟ والكروم ده في فنلندا. الله ينور عليك. طب خش على السؤال اللي بعده. نفاذ كميات كبيرة من الخامات المعدنية بقارة أوروبا كما حدث في دولتي، أكتر دولتين بيستخرجوا حديد في غرب أوروبا أو معادن عامة وكمان قربت تخلص، هما دولتين بدأوا ثورة صناعية من زمان جدا، دولة اسمها فرنسا ودولة اسمها بريطانيا اللي هي انجلترا. تمام يا مستر. السؤال اللي بعده. أولى الدول الآسيوية إنتاجا للطاقة الكهرومائية، أنا وأنت فاهمين بقى كهرومائية ورياح وشمسية في آسيا، ما تفكرش، دولة اسمها دولة الصين. طب تمام، خش لي بقى على الاختيارات يا مستر. الراجل قال لي تنتج قارة آسيا أكتر من تلتين الإنتاج العالمي، والله أنا حافظها كده، الحديد في آسيا تلتين الإنتاج، والصين هي الأولى ولكنها بتستورد من الخارج لتغطية الاستهلاك، يبقى على طول الحديد التلتين. طب السؤال اللي بعده. يأتي معظم إنتاج معدن المنجنيز على مستوى قارة آسيا من دولتي، خد بالك هو عايز المنجنيز، وأنا والله العظيم وأنت كنا حافظينها كده، المانجا صح، برافو عليك. أنا نكمل. المانجا يعني المنجنيز تدخل فيه عدة صناعات، صلب وبطاريات السيارات. طب آسيا بص 13.5 في الصين والهند، صح؟ يبقى الاقي الصين والهند قدامي اختار. ايوه يا مستر، ده اللي احنا حافظينه في الحصه بيجي يسالني عليه، اكيد طبعا، عشان كده يا شباب لازم تذاكر درسك كويس. إيه السؤال اللي بعده؟ هيجي يسالك ويقول لك من اكبر دول القاره الاسيويه المنتجه للمعدنين اللذان يدخلان في صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه. تعال نفكر. انا كنت فاكر ان المنجنيز كنا حافظينها كده، المانجا 100 100 صلب وبطاريه. حلو. طب ايه تاني يا مستر ممكن يخش لي؟ وانا عارف ان لسه قايل لك فوق بقى ان المنجنيز يا مستر محمد في الصين والهند، يبقى انا هختار الصين والهند مع دوله تانية. ابص على تركيبه الصين والهند، الصين والهند واندونيسيا. الله ينور عليك. يبقى الصين والهند اندونيسيا. يا مستر، هو في ايه تاني بيخش لي في صناعه البطاريات؟ مش سامع جميل. النيكل، المواد الحرجه، محركات طائرات وبطاريات سيارات. طب هو النيكل موجود فين؟ والله كنا عارفينها كده. النيكل يا حاجه من المواد الخام الحرجه، سي او كده اسيا اندونيسيا، اما اوروبا روسيا. يبقى اندونيسيا والصين والهند. إيه السؤال اللي بعده؟ سين 4. تمثل دولة فنلندا أولى الدول إنتاجًا لمعدن الكروم، طبعًا ده أنا كنت باقول، والكروم ده في فنلندا، برافو عليك. أولى دول قارة أوروبا إنتاجًا لمعدن البوكسايت، أولى دول أوروبا إنتاجًا للبوكسايت اللي هو معدن البوكسيت، هل هي فنلندا؟ أقول له فنلندا بتنتج لي كروم فمش هتنفع فنلندا. الصين أصلًا في آسيا. روسيا والّا كازاخستان؟ يبقى دي آسيا ودي آسيا، وأنا عارف إن فنلندا بتنتج لي الكروم يبقى مش هتنفع، أمال الإجابة الصح تبقى إيه؟ تبقى دولة روسيا. الله ينور عليك يا جميل. خش على السؤال اللي بعده. قال لي ينتمي إلى المعادن الخفيفة، أنا عارف إن المعادن الخفيفة معدنين، يا إما بوكسايت يا إما تيتانيوم. أبص كده ألاقي الحديد لأ، اليورانيوم لأ، النيكل لأ، يبقى البوكسايت.
السؤال اللي بعده، يقل وجوده في قارة أوروبا لأسباب مناخية تنطبق هذه العبارة ما تفكرش البوكسايت. اشرح لي يا مستر. هو قال لي البوكسايت ده معدن بيستخرج من مناطق مدارية، وأنا وأنت عارفين إن أوروبا من المناطق المعتدلة الشمالية اللي بتكون باردة في الأجزاء الشمالية، يعني ما عندهاش مناطق مدارية كتير، عشان كده إنتاجها 2.5%. السؤال اللي بعده، يرتبط مفهوم المناجم الخضراء بالعديد من مصادر الطاقة ويستثنى منها، يعني المصدر اللي مش بستخدمه. هل طاقة الرياح؟ لا، المناجم الخضراء بتستخدم طاقة متجددة، يبقى رياح متجددة. هل البترول؟ اقول له لا، البترول احفورية، يبقى اختار البترول. السؤال رقم 10، يتشابه معدني المنجنيز والنيكل. انا لسه قايل لك منجنيز صلب وبطاريه، والنيكل محرك وبطاريه، اللي هو محركات الطائرات، يبقى اقول له في صناعه بطاريات السيارات الكهربائيه. طيب خش لي على س 11، يتشابه الفحم والمنجنيز. بص بقى، انا وانت هنفكر مع بعض. الفحم احنا كنا حافظينه كده والله، كنا بنقول الفحم كان الفحم حتى بداية القرن الماضي المصدر الرئيسي للطاقة، فكان وأصبح كان تلتين الإنتاج، أصبح ربع الإنتاج. آسيا بتنتج التلتين، وأول العالم كله بينتج التلتين، وأصبح ربع الإنتاج. طب الإنتاج 75% من فحم العالم في آسيا. ليه يا مستر آسيا بتنتج الرقم الضخم ده؟ بسبب وجود الفحم بكميات كبيرة، ومصدر رئيسي لصناعة الصلب. الصلب، برافو عليك. طب المنجنيز، المنجنيز كنا حافظينها بصلب، المنجنيز 100 صلب وبطاريه، يعني كده انا بدور على بطاريات السيارات والصلب، صح؟ يبقى ده بيخش في الصلب وده بيخش في الصلب. ده مش بطاريه وده، يبقى كده انا بدور على الصلب. ابص بقى على الاختيارات اقول له دخولهما في صناعه الصلب. السؤال اللي بعده، يمكن ان يوصف بانه اقرب مصادر الطاقه الاحفوريه الصديقه للبيئه. خد بالك، مصادر الطاقه الاحفوريه 3: فحم، بترول، وغاز طبيعي. فحم ملوث، بترول بيلوث، انما الغاز كنت حافظه كده سهل الاستخراج، رخيص الثمن، اقل تلويث للبيئه، يبقى هو الغاز الطبيعي. السؤال اللي بعده، هيجي يسالني يقول لي الطاقه الشمسيه احد مصادر الطاقه المتجدده. حصل، وتحتل المرتبه الاولى عالميا في انتاجه دوله. ما تفكرش اي طاقه متجدده تكون الصين، بس اسال نفسي هو عايز اسيا ولا عايز اوروبا ولا عايز الاثنين؟ عايز الاثنين، يبقى اختار الصين. مستر، يبقى الطاقة الشمسية أحد مصادر الطاقة المتجددة وتحتل المرتبة الأولى عالميا، يبقى أقول له الصين، لأن أنا حافظ إن الصين في الطاقة الشمسية بتنتج إنتاج ضخم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده، قال لي الدولة التي تتصدر إنتاج الفحم في قارة أوروبا. ما تفكرش، دولة روسيا. روسيا في الفحم، لأن الفحم ده بتكون الأولى فيه دولة اسمها دولة روسيا، وهي أصلا بتنتج 6%، فده قليل قوي. طب خش على اللي بعده، اكبر الدول على مستوى العالم في انتاج طاقه الرياح. ابص على الرياح. مستر، انت بتقول لي اكبر دول على مستوى العالم، ولازم اركز هنا. قال لي العالم يا شباب. عارف لو كان قال لي اوروبا في الرياح اختار المانيا، انما الراجل قال لي اكبر الدول على مستوى العالم انتاجا لطاقه الرياح، اختار له دوله الصين، لان الصين الاولى في كل المصادر الطاقه المتجدده على مستوى اسيا والعالم. طب السؤال اللي بعده، يمثل المصدر الرئيسي للطاقة في العالم حتى بداية القرن العشرين، يعني القرن الماضي، يبقى ده الفحم. احنا لسه مسمعينه الفحم. كان الفحم أو ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي المصدر الرئيسي للطاقة. حلو. السؤال اللي بعده، تحتل الصين المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في إنتاج. يا ترى الصين الثاني في إيه؟ أنا عارف إن الغاز الطبيعي موجود في آسيا، وعارف كمان كمية الإنتاج، وكنا بنقول إن أولى الدول الأولى إيران، تيجي بعدها الصين. يبقى أنا بدور على الغاز الطبيعي، يبقى اختار الغاز الطبيعي. طب جميل، هنا بقى يا مستر خلصنا السؤال ودخلنا في سؤال تاني خالص خالص. السؤال ده بيقول لك اكتب أهمية استخدام كل معدن مما يلي. يلا بينا. جميل. عايز بقى المعادن واحده واحده. المنجنيز، مين فاكر يا شباب؟ برافو عليك، كنا بنقوله المنجنيز 100 صلب وبطه، هي خلصت. يبقى اقول له اهميته يدخل في صناعه ايه يا مستر؟ اقول له يدخل في صناعه 1 الصلب، 2 بطاريات السيارات. يبقى يدخل في صناعه الصلب و2 بطاريات السيارات الكهربائيه. طب لو جه السؤال الثالث وقال لي، او السؤال الثاني، النيكل، اقول له والله النيكل مواد خام حرجه، بيخش في صناعه، برافو عليك، يبقى اقول له يدخل في صناعه ايه بقى يا مستر؟ اقول له في صناعه 1 محركات
الطائرات. حلو ده. 2 اقول له بطاريات السيارات الكهربائية. الله ينور علينا. طب السؤال اللي بعده هيجي يسألني ويقول لي اليورانيوم. انا وانت عارفين ان اليورانيوم يدخل في صناعة واحدة بس. برافو عليك. يبقى اقول له يدخل في صناعة بطاريات. لا، اليورانيوم يبقى يدخل في الصناعات النووية. يبقى اقول له يدخل في الصناعات النووية عشان هو معدن نووي واستراتيجي. مستر في سؤال تاني وقال لي اكتب ما تشير اليه العبارات. يلا بينا. الراجل قال لي مواد خام محدودة الوجود ذات أهمية اقتصادية تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. ممكن واحد يكتب لي النيكل، هتحسب لك غلط. هو عايز المواد كلها. يبقى أقول له المواد الخام الحرجة. برافو عليك. السؤال اللي بعده هيجي يسألك ويقول لك مصدر طاقة احفوري يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. أنا وأنت عارفين اللي بيأثر في الاقتصاد والعلاقات الدولية ده اسمه البترول. أما السؤال اللي بعده قال لك طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة تنتج عن مصادر غير قابلة للنفاذ. قال لي مصادر الطاقة اللي هتيجي عن مصادر غير قابلة للنفاذ. واحد هيكتب لي القمرية والشمسية، اتحسب غلط. أقول له الطاقة، هو هنا قصده العام، المتجددة. يبقى أقول له دي الطاقة المتجددة. طب يا مستر محمد خش على السؤال اللي بعده. قال لي السؤال اللي بعده اكتب كلمة صواب أو خطأ. هنا بس يا شباب عشان يبقى شبه كتاب الامتحان، بدل ما مع ذكر السبب هنقول له مع التصويب. يعني لو غلط اكتب غلط ليه، ولو صح بكتب صح واسكت. بص يا سيدي بقى، الراجل قال لك تستورد الصين كميات ضخمة من الحديد لتغطية استهلاكها. أقول له أنت صح. الصين فعلا أولى دول العالم أو أولى دول قارات آسيا إنتاجا لمعدن الحديد، ولكنها تستورد من الخارج لتغطية الاستهلاك. السؤال اللي بعده تعد الصين من أهم دول قارة آسيا إنتاجا للمنجنيز. طب تيجي نفكر. يا مستر فعلا إن حافظها كده، المانجا صح كده. برافو عليك. المانجا يعني المنجنيز تدخل فيه عدة صناعات: صلب بطاريات السيارات. آسيا بص 13.5. الصين والهند صح، يبقى الصين صح، يبقى أقول له صح. السؤال اللي بعده قال لي 3 يعد معدن الكروم أحد المعادن الاستراتيجية والنووية. أقول له لا، الإجابة دي مش صح. أنا عارف النووي المعدن اليورانيوم. برافو عليك. أما السؤال اللي بعده تسهم المواد الخام الحرجة في زيادة معدلات التلوث. أقول له الإجابة غلط، وأقول له تسهم أشيل زيادة وأكتب كلت. ليه كلة؟ لأنها تدخل في صناعة المواد أو تعتمد على الطاقة النظيفة. السؤال اللي بعده تحتل روسيا المركز الأول في إنتاج معدن النيكل على مستوى قارة أوروبا. والله يا مستر أنا كنت حافظها كده. مين شاطر؟ النيكل يا حاجة مواد خام حرجة. برافو عليك. تاني النيكل يا حاجة مواد خام حرجة. برافو عليك. كنا بنقولها ازاي بقى؟ يلا مين شاطر معايا؟ مين سامع؟ برافو عليك والله سامعك. آسيا إندونيسيا وأوروبا روسيا. حلو. طالما انت حافظها كده، الراجل قال لك تحتل روسيا المركز الاول في انتاج معدن نيكل على مستوى قاره اوروبا. لو انا استعجلت مش هاخد بالي من اوروبا. لا انا كده عرفت ان هي اوروبا، وانا لسه قايل لك نيكل يا حاج مواد خام حرجه. اسيا اندونيسيا واوروبا روسيا. يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون صح. السؤال اللي بعده قال لي تتميز معدن أو معادن اليورانيوم بشدة الصلابة رغم خفة وزنه. أقول له الإجابة دي للأسف مش صح. أشيل معدن اليورانيوم وأحط التيتانيوم اللي هو معدن من المعادن الخفيفة، وده يمتاز بصلابته العالية وخفة وزنه. كمل معايا يا بطل. كملنا مع بعض يا مستر. س7 قال لي يزيد إنتاج قارة أوروبا عن نص الإنتاج العالمي من اليورانيوم. هل قارة أوروبا هي اللي بتديني نص الإنتاج العالمي من اليورانيوم ولا قارة آسيا؟ الله ينور عليك. أسيبك بقى أنت يا بطل ونجاوب السؤال ده مع بعض في الحصة، وأشوف بقى الناس اللي بتنقل والناس اللي بتحل بجد. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي يرتفع إنتاج المعادن الخام في قارة أوروبا عن قارة آسيا. أقول لك لا، السؤال ده مش صح، السؤال ده غلط، لأني هعكس. هقول له يا إما شيل كلمة يرتفع واكتب يقل، يا إما هضطر أغير قارة أوروبا أحط آسيا وقارة آسيا أحط أوروبا. السؤال اللي بعده تنتج الصين نحو نصف الإنتاج العالمي من الفحم. ماستر أنت قلت لي الفحم صح؟
مين أولى دول العالم إنتاجا الفحم يا مستر؟ آسيا بتنتج 75%، الصين لوحدها نص العالم، وكنا حافظينها كده والله. آسيا 75، إيه الأولى تبقى الصين نص العالم يا حلوين، يبقى الإجابة صح، هي بتنتج فعلا الصين نص الإنتاج العالمي. السؤال اللي بعده، يرتبط ارتفاع إنتاج الفحم بقارة آسيا بصناعة الصلب؟ صح جدا. ليه يا مستر صح جدا؟ قال لك صح جدا علشان أنا وأنت عارفين إن آسيا بتعتمد على الفحم مصدر طاقة رئيسي في صناعة الصلب. السؤال اللي بعده، إنتاج الطاقة الإحفورية سيساهم في انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2050؟ أقول لك لا لا لا، الإجابة غلط. شيل لي الطاقة الإحفورية واكتب المتجددة، لأن أنا عارف إن الطاقة الإحفورية بتزود التلوث، إنما اللي بيقللها الطاقة المتجددة. طب خش على سؤال 12. سؤال 12، تعد ألمانيا أولى دول قارة أوروبا في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الكهرومائية؟ أقول لك غلط، أنا حافظها كده، أنت محفظها لي كده يا مستر. المتجددة في أوروبا روسيا كهرومائية، ألمانيا رياح شمسية. هنا قال لي شمسية وكهرومائية، أقول له لا الإجابة غلط، سيب ألمانيا زي ما هي وشيل لي الكهرومائية وحط مكانها طاقة الرياح. الله ينور عليك يا وطن. السؤال اللي بعده، تحظى الطاقات الإحفورية خلال العقود الأخيرة باهتمام متزايد من دول العالم؟ أقول له والله الإجابة غلط جدا. ليه بقى غلط؟ قال لك يا ابني مش الإحفورية، المتجددة هي اللي بتهتم بيها دول العالم دلوقتي. طب السؤال اللي بعده، تعد دولة أندونيسيا من أكثر الدول التي تمتلك المادة الخام التي تدخل في الصناعات النووية؟ والله بص يا مستر، انت بتقولي دولة اندونيسيا من اكتر الدول التي تمتلك مادة خام تدخل في الصناعات النووية، اشيل دولة اندونيسيا وتعالى نفتكر كده احنا كنا حافظينها ازاي يا شباب. كنا بنقول له كده مستر، اليورانيوم حلو، ماله اليورانيوم؟ قال لي موجود في اسيا. حلو يا مستر، اولى دول في اسيا، اقول له كازاخستان. واولى الدول في اوروبا، مين شاطر يقول لي؟ برافو عليك، اولى الدول في اوروبا هتبقى دولة مثلا روسيا. طب ما انت تقول لي يا مستر، تعد دولة اندونيسيا من اكثر الدول التي تمتلك المادة الخام التي تدخل في الصناعة النووية، يبقى انا اشيل اندونيسيا واحط دولة اسمها كازاخستان. كده هو بيكلمني على قارة اسيا. السؤال اللي بعده، قال لك تتجه دول اوروبا واسيا لاعادة تدوير المعادن والبحث عن المعادن النادرة او بدائل ليها؟ اقول له طبعا الاجابة صح، لان دول اوروبا اصدرت قانون المعادن الحرجة. السؤال اللي بعده، تنخفض تكلفة العمالة الأوروبية التي تعمل في التعدين مقارنة بالآسيوية؟ أعمل غلط وأشيل كلمة تنخفض وأكتب مكانها كلمة ترتفع، لأن أوروبا بتدي عمال فلوس أكتر وبتستخدم بتكنولوجيا حديثة بتكلفها فلوس أكتر. السؤال اللي بعده، 17 ساهمت الثورة الصناعية التي ظهرت في غرب أوروبا في نقص كمية المعادن الموجودة في باطن الأرض؟ أقول له صح. الثورة الصناعية اللي ظهرت في غرب أوروبا ظهرت من آلاف أو ظهرت من مئات السنين، ظهرت من زمان ثورة صناعية. فلما ظهرت من زمان بريطانيا وفرنسا كانوا محور هذه الثورة، فكانوا بيستخرجوا معادن بكميات ضخمة جدا، فالمعادن ابتدت تقل. طب تمام كده مستر، والله أنا راجل خلصت أسئلة الصح والغلط. نخش بقى على أسئلة بما تفسر. الراجل قال لك أول سؤال، بما تفسر يمتلك خام التيتانيوم خصائص فريدة تجعله يدخل في صناعة هياكل السيارات والصواريخ والأجهزة الكهربائية. هو الراجل بيقول لي ليه التيتانيوم بيمتلك خصائص فريدة؟ أقول له لأنه واحد وزنه خفيف، اتنين برافو عليك سمعك صلابته عالية، تلاتة هقول له مقاوم كبير للتآكل، ده بيقاوم كتير جدا التآكل. اما السؤال اللي بعده بقى، فالراجل بيقول لك ارتفاع انتاج معدن الخام في قاره اسيا عن قاره اوروبا، يا ترى ليه اسيا بتديني معادن اكبر؟ اقول له واحد بسبب اتساع اسيا في المساحه عن اوروبا، اتنين تنوع الصخور في قارة آسيا، تلاتة تعرض آسيا لحركات باطنية كثيرة أكثر من أوروبا. والحركات الباطنية اللي هي خدتها في أولى إعدادي، التوائية وانكسارية وسرعات بركانية، ودي بتشكل معادن وتديله سبب ربع، بس أنا عشان ما عنديش مساحة أنت أكتبه
طول فترة استخراج أوروبا للمعادن منذ الثورة الصناعية. هيجي يسألني السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3، يعد الغاز الطبيعي بديل قوي للبترول. هل الغاز بديل قوي للبترول؟ أقول لك طبعا. ليه؟ أقول له لأنه سهل الاستخراج. الغاز مع التكنولوجيا الحديثة بقينا بنستخرجه بمنتهى السهولة. طب رقم 2، قال لي رخيص الثمن، ثمنه رخيص. قال لي رقم 3، أقول له أقل تلويث للبيئة. الله ينور علينا شوية. عشان كده الغاز بينافس البترول. طب السؤال اللي بعده، حظيت الطاقة المتجددة باهتمام كبير عالميا في الفترة الأخيرة. يا ترى مستر يا ليه الطاقة المتجددة العالم كله بيهتم بيها؟ قال لي بمنتهى البساطة بسبب 1، أنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. يبقى أقول له طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. 2، أقول له تنتج عن مصادر طاقة متجددة، فبالتالي غير قابلة للنفاذ، ما بتخلص. طب رقم 3، قال لي خد بالك متوفرة في معظم دول أو مناطق العالم. في طاقة متجددة في معظم مناطق العالم. طب 4، زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يقلل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون اللي متوقع إنه يقل جدا 2050. حلو يا مستر. السؤال اللي بعده، استنزاف الموارد المعدنية بدولتي فرنسا وبريطانيا. مستر، ليه الموارد المعدنية بتخلص كتير قوي وبيتم استنزافها في فرنسا وبريطانيا؟ أقول له بسبب استخدام المعادن بشكل غير مستدام. عايز يقول لك ان فرنسا وبريطانيا بتستخدم المعادن بتاعتهم بشكل غير مستدام، ما بتعملش اعاده تدوير وما بتدورش على بدائل والكلام ده كله. وممكن كمان اقول له رقم 2، طول فتره الاستخراج، وده بقى من فهمي للدرس، منذ الثوره الصناعيه. الناس دول بيستخدموا المعادن بتاعتهم بشكل غير مستدام، وكمان بيستخرجوا من فتره طويله قوي اللي هي طول فتره التعدين منذ الثوره الصناعيه اللي كانت تقريبا في القرن الماضي. مستر، استخدام التقنيات الحديثه لمواجهه مشكلات التعدين. انا ليه بستخدم تقنيات حديثه؟ هقول له لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تقليل التلوث. بس كده؟ أقول لك وزيادة الإنتاج. أنا لما أعتمد على تقنيات حديثة منها أزود الإنتاج ومنها أقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فحافظ على البيئة من التلوث والوصول لفكرة المناجم الخضراء. مستر، اتجاه قارتي، حلو، اتجاه قارتي اسيا واوروبا نحو بناء المناجم الخضراء. اقول له لتقليل، يبقى اقول له لتقليل تلوث البيئة واستخراج كميات اكبر من المعادن مع الحفاظ على البيئة. عشان والله يا مستر اقلل التلوث واطلع معادن اكتر وانا كمان بحافظ على البيئة. طب يا مستر، اصدار قانون المواد الخام الحرجة. اقول له والله انا فاكر ان القانون ده اللي عمله لي الاتحاد الاوروبي. عمله ليه؟ اقول له لضمان استدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة. أنا عملت قانون المواد الخام الحرجة لأن دي مواد محدودة الإنتاج، فأنا عايزها تفضل موجودة للأجيال اللي جاية اللي هي الأجيال القادمة. طب السؤال اللي بعده يا مستر،
ماذا يحدث إذا؟ يا ترى بقى مستر إيه اللي هيحصل لو استمر العالم في استخدام الطاقة الأحفورية كمصدر للطاقة بديلا للمتجددة؟ هنا هيحصل حاجتين. واحد، تلوث بيئي بسبب زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. أنا لو استخدمت الطاقة الأحفورية هزود تلوث البيئة عشان بتعمل زيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. واتنين، استنزاف مصادر الطاقة الأحفورية دون وجود بدائل. انا مش هقدر لان الطاقه الاحفوريه بتخلص، دي قابله للنفاذ، فلما اعتمد عليها هي بس وبدلا من الطاقه المتجدده يبقى انا بزود سرعه ان هي تقل عندنا. طب جميل الكلام ده مستر. يلا بيقول لي ما الاثر الناتج؟ ما الاثر الناتج عن النشاط التعديني على البيئه؟ اقول له والله زياده انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي يتغير المناخ أو يحدث تغيرات مناخية. السؤال اللي بعده هيجي يسألني أبطال ويقول لي ارتفاع استهلاك دولة الصين من معدن الحديد، إيه النتيجة على ذلك؟ أقول له أدى إلى استيراد الصين كميات كبيرة من معدن الحديد لتغطية استهلاكها. طب جميل الكلام ده يا مستر. السؤال اللي بعده زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. هو أنا لو اعتمدت على مصادر الطاقة المتجددة يا ترى إيه اللي ممكن يحصل يا مستر؟ أقول له والله يؤدي إلى أو أدى ذلك إلى، هيؤدي لإيه بقى؟ أقول له قلة التلوث وقلة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيلوث البيئة طبعا، فلا يتغير المناخ، مش هيحصل تغيرات مناخية. إلى جانب يا شباب الحفاظ على بعض المصادر الأحفورية اللي أنا هحتاجها، لأن أنا لما أزود الاعتماد ده هنقلل كميات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون فلا يتغير المناخ. مستر دخلنا على أسئلة دلل. الراجل بيقول لك دلل على صحة العبارات الآتية. قال لك للنشاط التعديني أهمية اقتصادية في بعض دول قارة آسيا. أقول له حيث يعتبر مصدر مهم للدخل القومي في معظم دول القارتين اللي هي قارة آسيا وقارة أوروبا اللي هي أور آسيا. طب السؤال اللي بعده لو قال لي دلل لمعدن اليورانيوم أهمية استراتيجية، أقول له حيث يدخل في الصناعات النووية، عشان كده يعتبر معدن ذو أهمية استراتيجية. طب مستر تعد دولة الصين أهم دول العالم إنتاجا للعديد من المعادن. تعال نفكر كده، الحديد موجود فين؟ برافو عليك في الصين. طب يا مستر انت كنت محفظها لي والله العظيم اغنيه، تعال نجيبها ونطلع منها الصين. فاكر كانوا ليه المعادن قلبي بتزود دخل قومي تتقسم لثلاثه: معادن اساسيه وخفيفه شويه، معادن نوويه ومعادن نوويه. دخلت قاره اسيا قلت لها حديد فين؟ قالت لي في الصين، يبقى الصين الاولى في الحديد صح كده. وفي اوروبا روسيا، وفي اوروبا روسيا والمانجا 100 صلب وبطاريه. في القاره الاسيويه الصين والهند الدولية، كده الصين فيها حديد فيها منجنيز. نكمل. أما المعادن أو كده والنيكل يا حاجة من المواد الخام الحرجة، من المواد الخام الحرجة الصين أو كده آسيا إندونيسيا وأوروبا روس. أنا مش قصدي، بس أنا أقدر أقول له إن أنا من كل الأغنية اللي أنا حافظها آخد المعادن بتاعت الصين. فأنا أقول له حيث تعد الصين أولى الدول إنتاجاً للحديد والمنجنيز والنحاس، التلاتة اللي أنا لقيت فيهم الصين. ده كده بالنسبة للمعادن. عايز تزود بقى أنت هتزود زي ما أنت عايز.
مستر لو قال لي دلل تراجعت الأهمية الاقتصادية للفحم كأحد مصادر الطاقة الإحفورية، أقول له الإجابة حيث كان الفحم المصدر الرئيسي للطاقة حتى بداية القرن الماضي اللي هو بالمناسبة القرن العشرين، فكان تلتين الطاقة وأصبح ربع الطاقة عام 2023. الله ينور عليك يا جميل. السؤال اللي بعده، قال لي البترول أهمية اقتصادية كبرى، يا ترى مستر إيه أهمية البترول؟ أقول له بقى حيث أنه واحكي له مادة خام لبعض الصناعات زي ما أنا حافظ، ويستخدم في وسائل النقل والبتروكيماويات والصناعات المعدنية. حلو يا مستر. وتوليد الكهرباء. بس كده؟ قال لك ويؤثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. كل ده تكتبه. طيب مستر الراجل جه قال لي المصدر الطاقة المتجدد ليه أهمية، أو المصادر الطاقة المتجددة أهمية بيئية. أقول له الأهمية البيئية بتاعتها حيث زيادة الاعتماد عليها يقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى أقول له بيقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. عظمة جميل. السؤال اللي بعده، تتعدد الأسباب البشرية التي تعيق عملية التعدين داخل قارة آسيا. يا ترى إيه الأسباب البشرية اللي ممكن تعيق عملية التعدين داخل قارة آسيا؟ قول لي بقى أسباب بشرية يعني مش طبيعية. أقول لك بص يا سيدي، الأسباب اللي بتعيق عملية التعدين داخل قارة آسيا أقدر أقول له رقم 1 ضعف، أو حيث تعاني آسيا من ضعف التكنولوجيا المستخدمة في التعدين في بعض المناطق. بس كده؟ قال لك لا، وقلة تدريب العمالة. قلة تدريب العمالة كمان هيؤثر ويبقى عائق أمام التعدين. بس كده؟ ممكن أزود من عندي حاجة تانية، أقول له زيادة التعدين إن تم يؤدي لتلوث البيئة. حلو يا مستر. يبقى أنا هقول له كده الأسباب البشرية ضعف التكنولوجيا، وكمان قلة تدريب العمالة، وكمان إن أنا ممكن لما أزود التعدين يؤدي لتلوث البيئة. طب السؤال اللي بعده، تتعدد المحاولات في قارة آسيا وأوروبا لمواجهة مشكلات التعدين. يا ترى بقى هم عملوا إيه عشان يواجهوا مشكلات التعدين؟ أقول له حيث أنهم 1 إطلاق قاموا بإيه بقى؟ إطلاق مبادرات استدامة الموارد المعدنية. واديله مثال، مثل 1 عملوا إيه في مبادرة إطلاق أو استدامة الموارد المعدنية؟ أقول له 1 اتجهوا إلى إعادة تدوير المعادن، يعني يستخدموا المعادن اللي كانت موجودة ويعملوا إعادة تدوير لها. طب رقم 2 قال لي قلة الاعتماد على المواد الخام الحرجة القليلة الوجود والبحث عن بدائل. بس كده مستر؟ أقول له لا، كمان اعتماد تكنولوجيا حديثة. اعتماد يا شباب تكنولوجيا حديثة لتقليل التلوث البيئي. وفي الآخر خالص لما زهقوا إصدار قوانين زي إيه يا مستر؟ أصدروا قانون المواد الخام الحرجة. مين اللي أصدره؟ أقول له الاتحاد، برافو عليك، الأوروبي لضمان استدامة المعادن للأجيال القادمة. طب يا مستر معلش عندي سؤال بقى يا مستر، اسمه سؤال استنتج. الراجل بيقول لك استنتج أسباب قلة إنتاج قارة أوروبا من معدن البوكسايت. بص يا جميل بقى، طبعا الحتة دي زيادة مش علينا.
مستر الراجل بيقول لي ايه ليه اوروبا بتنتج كميه قليله من معدن البوكسايت؟ ايه السبب؟ اقول له لان البوكسايت او البوكسيت ماله بقى ده مستر؟ قال لي يستخرج من مناطق مداريه، واوروبا منطقه معتدله مناخيا وبارده، فبالتالي انتاجه هيبقى قليل قوي، هيوصل لحد 2.5. مستر هيوصل لحد 2.5؟ قال لي اه. اكيد انا معدلك السؤال ده معلش عشان النسخه بتاعت المذكره قوي قديمه، بس السؤال ده مش هيكون دالل على صحه العباره، السؤال ده هيكون ما العلاقه بين، لو مكتوب عندك غلط في المذكره عدلها، لو مش مكتوب وانا موزع عليك النسخه اللي انا معدلها يبقى انت تمام جدا. تعال نخش على اول سؤال. قال لي ما العلاقه بين النيكل وبين صناعه الطائرات والسيارات؟ اقول له يدخل النيكل في صناعه بطاريات السيارات، ده اولا. 2 محركات الطائرات. كده انا اعطيته العلاقه بين الاثنين. خش على السؤال اللي بعده. قال لي ايه العلاقه بين الثوره الصناعيه والاحتياط المعدني في اوروبا؟ اقول له بسبب الثوره الصناعيه قامت اوروبا منذ القرن الماضي في استخراج الموارد المعدنية، مما أدى إلى قلتها بسبب طول فترة الاستخراج أو التعدين. عايز يقول لك ان الثوره الصناعيه لما قامت اوروبا كلها في القرن الماضي قعدت تستخرج في المواد المعدنيه، وده ادى لان المواد المعدنيه او الاحتياطي المعدني بقى ادى الى قلته، وده بسبب طول فتره التعدين او الاستخراج. مستر هيجي يقول لي ما العلاقه بين النشاط التعديني وبين التغيرات المناخيه؟ بص يا قلبي هتقول لي كده بالراحه. بسبب النشاط التعديني. إيه اللي حصل يا مستر؟ قال لي زادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فحدث تغيرات مناخية. يبقى بسبب زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حدثت تغيرات مناخية. لو قال لي ما العلاقة بين مساحة قارة آسيا وإنتاجها من المعادن؟ إيه العلاقة؟ أقول له بسبب اتساع مساحة آسيا زاد إنتاج المعادن لديها، بسبب كبر مساحتها بتنتج معادن أكتر. السؤال اللي بعده هيجي يقول لك إيه العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين مشكلات التعدين؟ بص يا سيدي أقول له اربط الاتنين ببعض بقى. الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحرجة. الاتحاد الأوروبي بيطلع قوانين المواد الخام الحرجة للحفاظ وضمان استدامة المعادن للأجيال القادمة. بس كده؟ أقول لك لأ، كمان تقدر تقول لي في القصة دي بطل الأبطال إنه كمان أطلق مبادرات استدامة استخدام الموارد المعدنية. طب السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين المناطق النائية داخل قارة آسيا النائية داخل آسيا وأوروبا والتعدين؟ أقول له التعدين أو من مشكلات التعدين داخل المناطق النائية. يجي طالب يقول لي يا مستر هو يعني ايه مناطق نائية؟ اقول لك يعني مناطق بعيدة عن المجتمعات العمرانية الحديثة، يعني من الاخر حتة في الصحراء او حتة في نص الغابة مفيش حد ساكن هناك. طب هي ليه بقى مش من مشكلات التعدين داخل المناطق النائية؟ اقول له لانه يؤدي
إلى ارتفاع تكاليف العمالة أولا ثم الاستخراج. السؤال اللي بعده هيجي يسألني يقول لي ايه العلاقة بين عمليات التعدين وتلوث مصادر المياه؟ حبيب قلبي هتقول لي تلوث مصادر المياه وعمليات التعدين، هتقول له تستخدم بعض المواد الكيماوية الضارة في التعدين بنوعيه سواء كان السطحي أو الباطني، فتتسرب المواد إلى الأنهار أو المياه الجوفية في باطن الأرض اللي هي مصادر المية بفعل الأمطار. الله ينور عليك يا بطل، ويبقى أنت خلصت كل أسئلة ما العلاقة. طب يا مستر السؤال اللي جاي ده جاي يقول لي إيه بقى يا مستر؟ قال لي السؤال اللي جاي ده يا بطل جاي يقول لك مقارنة سريعة كده وجميلة بين نحاس ويورانيوم من حيث إيه بقى يا مستر؟ قال لك والله نحاس ويورانيوم من حيث حاجتين: نوع المعدن واولى الدول المنتجه له في قاره اسيا. هو حدد، انا قوم جاي اقسمها له بالنص واقول له والله انا عندي هنا نحاس وعندي هنا يورانيوم. حلو الكلام ده. الراجل قال لك ان النحاس نوع المعدن بتاعه معدن ايه؟ اقول له النحاس معدن اساسي. حلو ده. طب اولى الدول المنتجه له في اسيا، اقول له دوله الصين. اما بقى معدن اليورانيوم ده معادن نوويه واستراتيجيه. طب اولى الدول المنتجه له داخل قاره اسيا، اقول له كازاخستان. الله ينور علينا. طيب اخر سؤال عندنا النهارده يا شباب، هيجي يقول لي المنجنيز والبوكسايت من حيث نوع المعدن ومن حيث الدول الاوروبيه في معظم الانتاج. اقوم جاي قسمه بالنص وكاتب له هنا المنجنيز. حلو يا مستر. واقول له هنا تاني البوكسايت. بص يا سيدي، الراجل قال لك قول لي البوكسايت وقول لي المنجنيز من حيث الاستخدام. بص بقى بطل الابطال والعمليه سهله فوق ما تتخيل. هيقول لك المنجنيز نوع المعدن، اقول له ده معدن اساسي، معادن اساسيه. اما البوكسايت هنا هيكون معادن خفيفه، دي الانواع بتاعتها. يبقى هو الراجل عايز منك اوروبا، عايز منك ايه يا بطل؟ اوروبا. فانت هتقول له والله انا حافظه، المستر محمد كان بيقول لي الصلبيه 100 100 السفاح كده، برافو عليك. صلبه وبطاريه في القاره الاسيويه، الصين والهند الدوليه، الصين والهند الدوليه، واوروبا اوكرانيا. يبقى هنا انتاج اوروبا من معدن المنجنيز يكون اوكرانيا. اما بقى اوروبا هنا، فاوروبا هتكون في البوكسايت روسيا. وكده يا بطل يبقى احنا خلصنا مع بعض الاسئله الاساسيه. هسيبك بقى تتالق مع نفسك كده في التميز، واديك شفت الاسئله بتتحل بسهوله ازاي. وقابلك في الحصه نمسك التميز سؤال سؤال نشرحه قدام سيادتك. كان معاكم مستر محمد المليجي، مدرس الدراسات الاجتماعيه والتاريخ بالثانويه بمحافظه اسكندريه. اشوفكم على خير يا شباب.